السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسأل من فضلك يا شيخ. سألي تفضلي. بالنسبة يا شيخ دلوقتي لو احنا بنغسل الموتى من السيدات ولقينا يعني علامة من علامات سوء الخاتمة شديدة جدا علينا احنا كنساء، هل يجوز نسيب الميتة ونخرج؟ لا. ما هو شيء يعني ساعات بيبقى صعب علينا احتماله يا شيخ. هو الميت طبعا له سوء يا أختي، الميت له سوء. علي يقول في تغسيله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نرى فيه ما يرى من الأموات. فمستفاد أن الأموات دايما يعني أحوالهم تتغير، هي سنة في الخلق، فاصطري وغسلي الميت. والله يا شيخ شيء بيبقى شيء صعب جدا علينا نتحمله. ما تستطيع تبني عليها أنه من أهل النار. لا 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 ما قلت ذلك يا شيخ، لكن شيء صعب ان انا أجبتك وفقك الله. لا تتركين الغسل، أنت لا تريدين تغسلي غيرك يغسل، لكن لا تتركوا الميت بلا غسل. امتنعت، لو أنا امتنعت ما بقاش آثمة. لا لست آثمة، بس غيرك يغسله، أنت الدنيا مش واقفة عليك يعني. لا بس في حال ان انا عينت الميتة وشفت من سوء الخاتمة. يا اختي الكريمة، انت لا تريد تغسلي، لا تغسلي، لكن غيرك يغسلها بس. لما لا تنهي غيرك عن التغسيل. هل الانسان ما يأسمش لو خرج في هذه استغفر الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.